اكتر حاجة ربنا ما بيحبهاش انك تبص وراك، انك تفضل طول الوقت بتحن الماضي راح وانتهى. زمان لما ربنا قرر يهلك سدوم وعمورة بعت للوط ملاكين عشان ينقذوه هو واهل بيته. قالوا له ما تبصش وراك، سيب المكان واهرب. لما مراته خافت وحنت ثواني فبصت وراها عشان تشوف بيتها القديم، تحولت فجأة لعمود ملح. عشان كده ربنا بيبعت لك رسائل كتير يقولك اطوي الصفحات القديمة، انسى اللي فات وكل اللي فيه. ما تفضلش رابط نفسك بماضي وذكريات زمان، ما تفضلش متعلق بحاجات مش بتاعتك. حنينك للماضي هو نقطة ضعفك، وربنا مش عايز يشوفك ضعيف. ابدأ من جديد وابعد عن أي حاجة بتأذيه مهما كانت درجة حبك أو تعلقك بيها. ما تحنش على اللي فات وما تفضلش تبكي على حاجة راحت منك. حافظ على تعويضات بكرة، ربنا شايل لك تعويضات إلهية هتنسيك كل الوجع والألم. وخليك عارف ومطمن وعارف إن إيدين ربنا الحنينة قادرة تشفيك من كل جراح زمان.